للاسف في ناس بعد ما تشتري الايفون يقول لك ده كاميرته وحشه جدا. طب انت ما حسيتش فجاه كده ان العيب فيك وفي الاعدادات اللي انت عاملها؟ فتعال اقول لك بقى في الفيديو ده على افضل اعدادات تعملها لكاميرا الايفون عشان تاخد بيه صور فيديوهات جامده جدا. اهم حاجه انك تعمل لايك للفيديو ده واعمل له سيف عشان لما تحتاجه. ويلا بينا. هتدخل عندك في الاعدادات، هتدخل على الكاميرا وهتلاقي عندك حاجه اسمها فوتوجرافيك ستايل. دي موجوده الايفون 15 و16 و17 بس، فلو مش عندك جري الفيديو شويه. طبعا لو جهازك من دول هتخليها ستاندرد ودوس عليها كاستمايز وهتخليها اعلى حاجه فوق هنا، هتديك اضاءه تحفه. هتيجي في ريكورد الفيديو هتخليه 4K 60، ده في حاله ان انت عندك مساحه في الجهاز. مش موجود مساحه عشان ده هيملى لك التليفون بشكل كبير جدا، هتخليها 1080 60. بالنسبه للسلو موشن خليه على الديفولت عادي جدا. نيجي على الريكورد سينيماتيك، طبعا خليه اعلى اعدادات، وعلى الصوت خليه على اول اختيار وشغل الاثنين دول. نيجي بقى للفورمات، هتخليها هاي افيشنسي، والفوتو مود هتخليها اعلى حاجه عندك من ميجا بكسل وهي ال 24 ميجا بكسل، والبرو رو طبعا شغله لو متاح عندك، واطلع من القائمه دي على كده وتخش بقى على الاعدادات اللي هنا دي. اللي انا مشغله هتشغله واللي انا طفيه هتطفيه. وطبعا بقى الاعدادات هسيبها لك دلوقتي قدامك اهي، ممكن تبص عليها براحتك. وهنيجي على الفيوجن كاميرا او الكاميرات يعني والعدسات اللي عندك، هتشغل اي عدسه مقفوله عندك وهتخليها على 1 اكس عشان تاخد الكاميرا الاساسيه بتاعتك عادي جدا. واهم حاجه تقفل الاختيار ده. الاختيار ده بيسرع سرعه لقطتك للصوره على حساب الكواليتي. وباقي الاعدادات اللي تحتيه هتخليها كلها مفتوحه زي ما انا عامل كده بالظبط. وبعد الاعدادات دي طبعا ما تعملها، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان الجهاز مش هو المهم، المهم الايد اللي بتصور واللي بتلقط الصوره. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتبعته لاي حد مع ايفون.